اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد. انا نشوف فيديو النهارده بيقول ايه. عايزه اقول لكم بقى اول حاجه كده، انا خلاص دخلت في التنظيفات العميقه بتاعه رمضان. كل سنه وانتم طيبين. بص بقى، اول حاجه بدات كده يومي النهارده، قلت بقى لما اقوم اتنشط بعد ما فطرنا وخلصنا وكله تمام، والولاد اللي عايز يمشي يمشي واللي عايز يقعد يقعد براحتهم يعني. المهم قلت بقى امسك السلم. وضع السلم كان لا يسر عدو ولا حبيب، والله العظيم زي ما بقول لكم كده. بصوا كمية التراب اللي كانت على السلم، معرفش انا كمية التراب دي ايه يعني. السلم ده اساسا بيتعمل مرتين عندي في الاسبوع، وممكن اعمله كمان 3 مرات ليه من كمية التراب. بس الصراحة انا كان بقالي يعني ايه مرتين كده كسلانة عليه. مش كسلانة بقى، ما كنتش فاضية. انتوا فاهمين؟ بس وبرضه كمان كنت معتمدة بقى ان انا ايه، خلاص يعني هدخل بقى على التنظيفات والحاجات دي. فيا بنتي يلا اعمليه بالمرة، بس الصراحة لا، ما كانش ينفع اسيبه يعني. المهم بقى يومين 3 رحت قايلة بقى لا، ما ينفعش اكتر من كده ان انا غايب عليه. جبت الشوزات وشلتها، وجبت الجزامة كمان، علشان خاطر ان انا ايه لقيتها كلها مطربة. قعدت انفض فيها كنسية، قلت لها لا، ده انت ما ينفعش معاكي ان انت تتنفضي، ده انت لازم نتروق عليكي. يلا يا حبيبة قلبي خشي على الحمام اسبقيني، علشان هاجي اديكي شاور محترم دلوقتي. ايوه قلت لها كده نفس الكلام، وسمعت كلامي وخدت بعضها ودخلت على جوه. المهم بقى يا جماعة، مسكت السلم بقى. بصوا، قلت لا، ما بدهاش دي، الموضوع ده مش عايز الولد يتدخلوا فيه. كنت ساعات انا اعمله مره، عدي يكنسه مره وانا سايق وراه، معتز يكنسه مره برضه وانا سايق وراه. فاهمين اللي هو؟ قلت لا، لازم انا اتدخل انا، عشان اجيب من الركان والمعامع والحاجات اللي هي ايه، الداخليات بتاعت السلم. اول حاجه السلم ده رخام، ما بياخدش وقت خالص في كنسه، ما بياخدش اللي هو انتوا فاهمين، بيتكنس بسرعه وبيتنضف باسهل السهوله. يعني لو كبيت عليه شويه ميه كده وتعكتيه بالفرشه، والله العظيم هيروح زي الفل. احنا العمارة هنا ما شاء الله عليها يعني ايه، 6 ادوار تمام، والست ادوار كلهم معمولين برخام كده. يعني مفيش سلم مثلا معمول اسمنت، مفيش سلم معمول بلاط، مفيش، كله معمول ما شاء الله رخام. تمام. المهم، انا كنت كل قلبة كده انزل بكنس التراب بتاعها واحوشها على جنب كده، واروح ملمها بالجاروف علشان انزل القلبة اللي بعديها. عارفين، عايزه اقول لكم اللي هو، انا عايزه اخد السلم لحد تحت خالص الشارع، من كتر ما ان طب انا هنا بعمل السلم بتاعي مرتين 3 في الاسبوع، او مرتين عشان ما بقاش كذابه. وفي الغالب خالص والله العظيم بعمله يعني اغلب الاوقات بيتعمل مرتين بس، ولما ببقى مش خلاص مش فاضيه بعمله ايه، مره واحده في الاسبوع. بس لازم يتعمل. احنا هنا من يوم ما جينا، الجيران اللي تحت خالص يعني، من اول الدور اللي تحت مني ده لحد تحت خالص، ما تلاقوش حد بيعمل السلم يا جماعه. ليه كده؟ معرفش ليه، يعني مش بياخد وقت. بصوا هنا بقى كنت بدأت أسيق العتبة دي عليها كلة، دي مش وساخة اللي أنا سبتها، دي كلة، انتوا فاهمين، لازقة يعني. فأنا بحاول بقى إيه أسيق بقى كده بالشرشوبة. إيه، بصوا ادعولي بقى ربنا يكرمني كده، واشتري موب بقى للشقة جوه، واخلي الشرشوبة دي بالسلم بره، ما ادخلهاش جوه تاني. انتوا فاهمين؟ انا اللي بيتعود على الموب يا جماعة ما بيعرفش يستخدم الشرشوبة تاني. زي اللي عاملين زي اللي بيمسك تليفون زراير بعد كده بيرجع يمسك تاتش، ما بيعرفش يتعامل مع الزراير تاني. هو انا كده خلاص اتعودت على الموب، ما بعرفش استخدم الشرشوبة. فاهو بعمل بيها وخلاص مؤقتا، هي بتنضف برضو وكل حاجة، بس برضو اللي هو ايه، الارضاء النفسي يعني جوايا مش مرتاحة، عايزة الموب بتاعتي. بس اتكسرت بقى، والجردل نفسه كان مكسور، وخلاص الله يعوض علينا. وكنا هنا السلم خلصناه وخلينا زي الفل، سيقناه بكلوركس الوان، نقطتين 3 بس من كلوركس الالوان نقطيهم كده، هيخلي السلم ده في حته تانية. تعالوا بقى افرشوا اقعدوا جنب مني هنا، انا هفرش سجاده دلوقتي واجي اقعد على السلم ده. اللي عندها بقى فرختين عايزه تنطرهم على السلم تطلقهم كده على السلم وتيجي تقعد جنب منهم تاكلهم. عندها معزتين برضو مش هيضر يعني. فاهمين؟ اللي عندها حاجه عايز تيجي تقعد جنب مني على السلم، انا سيقت السلم يا جماعه، تعالوا اقعدوا معايا. بس بقى هنا بقى كنت شاريه شويه منظفات، قلت لما اشاركها معاكم. بصوا كيس الاوكسي ده عامل 100 جنيه، 2 كيلو. انا مصدومه وجمله يعني، انا بجيب من مكان جمله دلوقتي، علشان خاطر في المحلات اكتر يعني. هو في المحل مثلا تلاقيه زياده 5 جنيه كمان او حاجه، او 7 كمان. بس انا جايباه جمله ب100 جنيه، فقلت مش مشكله بقى خلاص. جبت بقى معاه ايه، جبت فل اللي هو الفرط ده. تمام.
جبتها شوكارة عاملة 180 جنيه، 9 كيلو، 90 كيلو إيه، 9 كيلو تمام. فقُلت بقى آخُد الباكو ده وآخُد من التاني، أخلّط ده على ده علشان خاطر إيه، الميزانية تضبط معانا كده، عشان إحنا اليومين دول تنضيفات وحاجات كتيرة لازمًا هتتعمل، وحافظات بقى هتتغسل و وحاجات كتيرة يعني لازمًا تتغسل، مفارش بقى وكلام من ده وسجاد وحاجات، فلأ مش هينفع. وكمان عندي شوية غسيل محترمين، وفي نفس الوقت قُلت لأ، يعني بصراحة الأوكسي لوحده غالي، أنتم فاهمين، 100 جنيه أوكسي، لأ حرام. إحنا دلوقتي بندوّر إن إحنا نوفّر من أي حاجة، لإن إحنا في يومين الحمد لله ربنا يعيننا يا رب ويقوينا، ويعني كل اللي فاتح بيت والله العظيم ربنا يعينه ويقويه. المهم بقى قُلت لأ خلاص، إحنا طبعًا ضغط مدارس بقى مع رمضان، مع ضغط تجهيزات رمضان والعيد، إحنا مش فاهمين إحنا ماشيين إزاي والله. هنا بقى إحنا كنا إيه، جايبين كنت جايبة برضه صابون سايب، كنت باجيب بريل، لأ المرّة دي جِبت صابون، الصابون ب5 جنيه، قُلت بقى أجيب ب5 جنيه، البريل ب8 جنيه. المهم قُلت بقى أجيب صابون كده تمام، برضه من بتاع الجملة ماشي، وجِبت بتاعة بريل ديّة، غشّيت بقى الفكرة دي من ماما بصراحة حلوة عجبتني. ماما جايبة بتاعة بريل كده بتزوّد على الصابون، بيخلّي الصابون ريحته حلوة وبيودّي المواعين الألمونيا في حتّة تانية، فاهمين؟ بس، فأنا قُلت بقى إيه، أجيب برضه واحدة وآخُد منها شوية كده، بما إنها دي غالية، فاهمين؟ فأنا مش هاشتريها كل شهر يعني، أو مش هاشتريها كل شوية، لأ أنا هاخدها أستخدم منها، أحُط الرابسو بتاعي عادي، الصابون بتاعي أستخدم عادي وأحُط عليها شوية، يعني إيه تزوّد الدرجة بتاعته بس كده وتعلّي الرغوة معايا في الغسيل. هتشوفوه وأنا باغسل اليومين الجايين إن شاء الله. هنا بقى كنت خلّصت وعملت كوباية قهوة علشان أضبط دماغي كده، وما أعرفش دي واحدة مقتولة في قلب الفنجان والّا إيه ظروفها دي، ما أعرفش والله دي إيه. حد يفسّر لي يا جماعة إيه اللي على الوش ده، والّا ده emotion بيستعبط عليَّ والّا إيه مش عارفة، والّا ده قلب واحدة مكسور والّا إيه، يا حول الله يا رب، ليه بس كده؟ المهم يعني، عشان كان عندنا حصة هتبدأ دلوقتي مع مُعتز، أنتم فاهمين بقى. مُعتز أنا مش باودّي مُعتز درس وأنا اللي بادّي له في البيت، فاهمين؟ فأنا أتمنى إن أي مُدرسة تقبل إن هي تدّي ابني مُعتز درس، وأدفع لها إن شاء الله 1000 جنيه ما عنديش مشكلة، المهم إن أنا أرجع أدوّر على سلامي النفسي تاني. هنا طبعًا كرّست القرآن بقى، باكتب الصور كلّها اللي إحنا ماشيين عليها بالترتيب، وبعدين بنرجع إيه، نعيد كلّه من الأول تاني، وبعدين نكتب على في حاجات بينسوها وبتسقّط منهم فبنرجع نعيد تاني، زي القراءة والكتابة كده في حاجات بترجع وبتسقّط، فإحنا ماشيين كتاب كده بالترتيب. الترم التاني بدأنا الحمد لله، ربنا يجعله ترم خير يا رب. بس المهم بقى قعدنا بقى فاتحة وضمّة وكسرة وسكون، فاتحة وضمّة وكسرة وسكون كده يعني. المهم بدأنا الحصة بتاعتنا، كان عندنا عربي وخدنا قرآن وخدنا English كمان بعد منّه، وخلّصنا يعني شوية حاجات كده، بس بتطلع عيني، بتطلع عيني لوحدي، لا بتطلع عيني وعين أمي كمان، عيني لوحدي ما ينفعش تطلع لوحدها كده لأ. المهم بقى يا جماعة في كلمتين بصراحة محشورين في زوري وعايزة أقولهم يعني. طبعًا الكلمتين دُولة لناس معيّنة كده هُم بيتابعوني برضه بيسمعوني. عايزة أقول لها يعني أنا مش مسامحة على الحاجة اللي باظت، مش مسامحين على الحاجة اللي راحت مننا، مش مسامحين على الحاجة اللي اتاخدت مننا. لو كنتِ عايزة تاخدي الحاجة كنتِ قولي مثلًا إن أنتِ عايزة تاخديها تمام، إحنا على فكرة ما كناش هنحوشها ولا حاجة، بس كانت تتاخد بطريقة ذوق أحسن ما تتاخد إيه، تحسي إن أنتِ غفّلتينا، لأ إحنا ما اتغفّلناش ولا حاجة، إحنا فهمنا القصة وفهمنا اللي اتعمل، بس إحنا مش مسامحين يعني، مش مسامحين لسبب، هي الحاجة الموضوع مش مستاهل، بس إحنا مش مسامحين لسبب إن إحنا انضحك علينا بس مش أكتر، فاهمة؟ عارفة لو جيتِ قُلتِ مثلًا أنا عايزة الحاجة دي وآخدها، أدّيها لِك بعنايّا والله.